السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس كتير بتزور اسكندريه وتيجي اسكندريه بتبقى مش عارفه تتفسح فين. في ناس موجوده اصلا في اسكندريه ومش عارفه الاماكن الحلوه دي. ففي الفيديو ده جمعت لكم احلى 10 اماكن تقدر تزورها في اسكندريه. يلا بينا. اول مكان تقدر تزوره جميل جدا جدا هو المعموره. المعموره تقدر تعمل حاجات كتير جدا فيها. اول حاجة ان انت تدخل ملاهي المعمورة اللي هي تعتبر احلى ملاهي موجودة في اسكندرية. تاني حاجة تقدر تأجر عجل وتستمتع، وتقدر تأجر سكوتر، بيتش باجي، حاجات كتير تقدر تأجرها وتتفسح هناك وتستمتع هناك. تقدر تعمل ايه كمان؟ في شاطئ هناك تقدر تنزل فيه، في فنادق لو عايز تسكن في الفنادق اللي هناك. في حاجات كتير قوي تقدر تعملها في المعمورة، عشان كده خليت المعمورة اول مكان اقوله. لان تاني مكان هو المنتزه، جنبيها على طول لازقة فيها المنتزه. الطبيعة بقى، الطبيعة وجمالها، وقصر الملك فاروق، وحاجات كتير هناك تقدر تعملها في المنتزه. وفي شواطئ برضو تقدر تنزلها هناك زي شاطئ فينيسيا، ده من احسن الشواطئ اللي موجودة في اسكندرية. فالمنتزه مكان جميل جدا ومليان بالطبيعة، وتقدر تشوي هناك وتستمتع ويبقى يوم جميل مع الفاميليا. تالت مكان معانا هو سان ستيفانو. سان ستيفانو مبنى تحفة، تقريبا احلى مبنى موجود في مصر كلها، احلى من العالمين. سان ستيفانو مستحيل تكون ماشي كده مثلا راكب العربية كده وماشي على البحر وشفت مبنى سان ستيفانو وما انبهرتش كده. ايه ده؟ ايه المبنى التحفه ده؟ هو احنا في نيويورك ولا في دبي؟ فسان ستيفانو مكان تتفسح فيه تحفه. مبدئيا كده تقدر تعمل ايه؟ من بره كده تاخد صورتين حلوين، وبعدين تدخل على الفود كورت تاكل لقمتين في مطاعم كتير حلوه هناك. وبعديها مثلا لو عايز تعمل شوبينج في المحلات الهدوم اللي هناك تعمل شوبينج. في ملاهي اطفال هناك لو عايزين تدخلوا اطفالكم هناك. وفي سينما في الدور الاخير، في كافيهات، في كل حاجة تقدر تعملها في سان ستيفانو. يبقى تالت مكان هو سان ستيفانو. خامس مكان بقى للناس الكيفة اللي بتحب تقعد على كافيهات، ايه هو؟ ديفيدي دوم. ده مكان جديد تقريبا لسه فاتح من 3-4 سنين، مجمع كده الكافيهات تحفة وراقي جدا. والاسعار في كافيهات هناك غالية شوية وفي كافيهات عادية شوية، لكن الفيو يستحق اللي انت تروح تستمتع بالفيو والمكان الجامد جدا ده. سادس مكان هو جليم باي، برضو ده مجمع كافيهات راقي جدا والفيو هناك تحفة. انصحك ان انت تروح هناك وتنقي الكافيه اللي تحبه وتقعد وانجوي يا صاحبي. سابع مكان، المكان ده عزيز على قلبي جدا، تقريبا انا كل اسبوع لازم بيبقى في يوم كده بروحه، لان انا بمل من مذاكرة في البيت مثلا، فبحب ان انا اروح اذاكر هناك. هو مكتبة اسكندرية، المكتبة اللي في وجهة نظري أحلى مكتبة موجودة في مصر. تقدر تعمل إيه هناك؟ أول حاجة زي ما أنا قلت اللي أنت تذاكر هناك. الكمبيوتر ببلاش لو عايز تقعد على الكمبيوتر، تمام؟ هناك في متحف مثلا للسادات، بدلة للسادات، الحاجات السيف مثلا، حاجات للسادات وكده. في فن، في رسومات، في حاجات من العصر الاغريقي، في حاجات قديمه قوي، حاجه كده تحفه. في حاجات كتير قوي هناك هتتفرج عليها وتتبسط، بالذات لو انت بتحب الفن، تمام؟ والمكان ده اكتر مكان هتشوف فيه سياح في اسكندريه يعتبر. فانصحك ان انت تروح مكتبه اسكندريه وتستمتع باليوم. تامن مكان هو قلعه قايتباي. قلعة تقريبا مصر اسكندريه كانت عاملاها عشان يحطوا فيها مدافع، عشان اللي جاي يهاجم علينا من البحر احنا ندافع من خلالها. فالقلعه جميله قوي، روحها برضو، واسعارها رمزيه زي مكتبه اسكندريه. برضو انا ما قلتش ان اسعار مكتبه اسكندريه اسعار رمزيه، نفس الكلام مكتبه نفس الكلام قلعه قايتباي. وجنبيها على طول في الاحياء المائيه، مكان كده بيكون فيه سمك وسلحفة وحاجات كده بتعوم قدامك، وبرده بأسعار مش غالية جدا. يبقى تامن حاجة قلعة قايتباي.
تاسع حاجة هي منطقة بحري، منطقة مليانة مطاعم خرافة، منطقة فيها مثلا مطعم زي الشيخ وفيق ده مشهور جدا، فيها حاجات كتير مطاعم، واللي انت ممكن اصلا تاخد مركبة وتاخد كده تركاية في البحر وتستمتع بالفيو. في حاجات كتير قوي تقدر تعملها في بحري. عاشر حاجة واخر حاجة هي الشواطئ. طبعا معروفة ان اسكندرية في الصيف بتبقى مليانة مصيفين، فتقدر تختار الشاطئ اللي انت حابب تنزل فيه وتستمتع فيه وتصيف فيه وتنزله. اسكندرية مليانة شواطئ من اولها لاخرها، اختار الشاطئ اللي انت عايزه وانزل فيه. كده يا صاحبي فيديو النهارده خلص، متنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. استنوني الفيديو الجاي على خير، سلام.